عندما أطلقت المرجعية الدينية العليا كلمات النداء الجهاد الكفائي للذود عن الأرض والعرض والمقدسات، هب أبناء التركمان لتلبية النداء المقدس حاملين معهم راية الشهادة وأهازيج الولاء. فتشكل حينها اللواء السادس عشر قوة التركمان، والذي كان من الألوية الرئيسية في هيئة الحشد الشعبي، فحمل على آتقه الدفاع عن كركوك في قاطعها الجنوبي والجنوب الغربي، وكان سدا منيعا صد مئات التعرضات وخاض عشرات النزالات، وخرج منها منتصرا رافع الهامات. فقدم القرابين وسقى الأرض بدماء الشهداء 255 شهيدا وأكثر من 600 جريح. كانت هي الدليل التاريخي على ما قدمه هذا اللواء وما خاضه هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم فساروا إلى الحرب وعادوا منتصرين. شارك اللواء السادس عشر قوة التركمان في جميع قواطع العمليات، كان منها عمليات آمرلي وعمليات كركوك وعمليات صلاح الدين وعمليات ديالا وعمليات الأنبار وعمليات نينوى وفرض القانون في محافظة كركوك. كما شارك بكافة التدريبات والدورات المقامة من قبل هيئة الحشد الشعبي الأساسية منها والخاصة وصنوف والأركان والقيادة، وهو الآن قوة قتالية في محافظة كركوك وماسكا لقاطع جنوب غرب كركوك. من الإمام الحسين عليه السلام تعلمنا أن نثور ونستشهد ونضحي فننتصر، ومن مراجعنا تعلمنا أن ننتفض ونلبي النداء وندافع عن الوطن، ومن أصلنا تعلمنا إن الأرض لنا ثم لنا ثم لنا، ولن نعيش إلا وهي لنا.